وقبل كده كان بيضربهم برضه، انا ما كنتش بعرف احوش. يعني لما بيضرب انت ما كنتش بعرف تقدريش تحوش كان عنه. بيضربنا بيضرب. بسمت بنت عندي 12 سنة. الله يرحمها. الله يرحمها. ضربها ازاي؟ وكلميني بقى، شفت منظرها ازاي؟ وهل عرفتك بنتك لما شفتها في المشرحة؟ انا ما شفتهاش. عرفت خبر في الباقي، رنوا عليا وجدتني قالوا لي سهيلة ماتت. مين اللي قال لك؟ اخته. اخته؟ تقول لي كلمني. سهيلة ماتت. سهيلة ولا بسنت؟ قالوا لي سهيلة الاول. قعدت اصوت في الاخر قالوا لي بسنت. معديه سهيلة عليا، انا ما عرفتهاش. انت مين يما؟ قالت لي انا سهيلة. انا ما عرفتهاش من اللي هي فيه، والله ما عرفتها. بالضرب؟ والله ما عرفتها بالضرب، ما عرفتها. عيالي قد كده قالوا لي ماشي يا ماما وسيبيه عشان بيضربك. ماشي يا ماما. هم اللي طلبوا منك انك تمشي؟ عشان بيضربك؟ عيالي قالوا لي ماشي عشان بيضربك. وكيف لقيت بسام 12 سنة، 11 جزء حافظاه. انا يارا محمد عبد الله. كلميني يا يارا، ايه اللي حصل يا يارا امبارح وشفت ايه امبارح؟ بابا قال لي وايه اللي في وشك ده؟ ده بابا هو اللي ضربني بالخرطوم. بابا امبارح على الفطار قال لي يا يارا النهارده بس انت هتوديني السجن. نزلنا تحت على المصعد، كان في حاجات تقيلة والمسافة كبيرة على الشباك وعلى الأرض، احنا واقفين على الأرض بنطلع طفلنا وقام فضل يضرب فينا بالخرطوم لحد ما دوخنا. احنا التلاتة. تمام. وطلعنا فوق، فضل يضرب في سهيلة وبسنت، كنا لابسين لبس تقيل وسهيلة كانت لابسة لبس تقيل، قام مدخلها الحمام وقام مغرقها، فضل يضرب فيها، قامت طالعة مغيرة وقامت نايمة على السرير من كتر ضغط. وفضل يضرب في بسنت، قال لها قومي شيلي المقاش امسكيها وكنسي بيها الاوضه وهي كانت دايخه، كل ما تكنس بالراحه خالص وتسند على حاجه عشان دايخه، فقام رافسها بالرجل، فقامت واقعه على الارض، فقام ماسكها من دماغها وقايل لها يا بسنت فوقي ما تعمليش الحركات دي عليا عشان انا عارفك انت بتعملي كده شكل امك. فقامت قايله له يا بابا انا عطشانه زهقانه، قام مدخلها الحمام وقام فتح، قام عامل الخرطوم الطويل بتاع الميه وقام فتح الميه وقام حاطه في بقها وقام كاتب نفسها لحد ما صوتت ووقعت الارض، وقام شايلها قام حاططها على الكرسي وقام ضاربها بالقلم على وشها وعلى دماغها وقايل لها فوقي. وقمنا جايين على المستشفى لقاها ماتت. قايله يا يارا شوفي مش انا قلت لك ان بسنت النهارده هتدخلني السجن. وقايل لسفيان النهارده الصبح لما كنا فوق لما ضربه وقطع له ودانه وكان بينزل. قطع لاخوك ودانه؟ حته منها نص ودانه، كان دمه بينزل خالص. قال له انت ما تهونش عليا دمك ده، حتى لو مت انا معايا راجل. عايز تقول بابا النهارده ايه يا يارا؟ مش عايزه اقول له حاجه، عايزه بس يرجع. تقول له ليه عملت كده يا بابا في اخواتنا وفينا؟ ما هو من زمان بيعمل فينا بس يعني دي مش اول مره يعتدي عليكم بالضرب او كان طول عمره بيعتدي علينا بالضرب. كل يوم والله، كل يوم بالليل تمسك دماغه وتبص على دماغه وتبص صورته وتبص على ايديه. حن واحده عليه تخلص عليه. ضربك قبل كده كتير. تعرفي ان اللي ده يحصل كنت خدت عيالك منه؟ كنت سرقتهم منه، هو ما رضاش يدومني، كنت سرقتهم. علاقتك بالاب ايه؟ مفيش علاقه، بالضرب وعلى اي اسباب تافهه. كان في كراسه مقطوعه قعد يضرب فينا طول الليل. المصابه معاكم مين تاني؟ كنت انت ومين؟ سهيلة وسفيان. الثلاثه مصابين دلوقتي؟ اه. طب قول لي حاله اختك سهيلة عامله ايه دلوقتي؟
طلعت شفتيها؟ طلعت شفتها بس هي متبهدله خالص وشها وارم وانا مش عارفه اتفتح. وسفيان؟ سفيان ودانه مقطوعه وملهوش عروق، بيحطوا له حليل هما الاتنين. ميته دي بسال. اخوي الكبير ابراهيم عبد الله مبروك بسيوني وبطلب باعدامه. تعبنا معاه بجميع المقاييس لانه هو اوسخ بني ادم خلق ربنا. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. سألكم بخير ازاي والناس قلوبها ما بقتش بخير؟ الناس قلوبها اتملت شر وحقد وكراهيه. كل بلاد العالم بيحصل فيها قواضي مختلفه وبشعه، بس في قواضي تهزك ترعبك تخليك تفكر تقول هو ازاي المجرم قدر يعمل او يفكر في القذاره والحقاره ديت. الاولاد نعمه من عند ربنا كتير محروم منها. كلنا سمعنا لفظ فلان يتمنى ضفر عين، فالاولاد هديه ربنا لينا. قال تعالى يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. تخيل ربنا يديك هديه، يوهب لك هديه وانت تعمل فيها كده. الراجل اللي معانا النهارده بقى راجل ايه؟ ده ما ينفعش يتقال عليه راجل، ده يعني ده شيطان ربنا اداله 4 هدايا: بسنت اللي ماتت ويارا وسفيان وسهيلة. بس الشيطان ده يا ريته عرف قيمة الهدية اللي ربنا اداها له. لا، ده كان بيتعامل معاهم على انهم حيوانات بشرية، ماسك لهم العصاية دايما وكان بيتلكك ليهم على اي حاجة علشان بس يضربهم. مفيش علاقة بالضرب وعلى أي أسباب تافهة. كان في كراسة مقطوعة قعد يضرب فينا طول الليل. محدش سلم منه، الكل طلع من تحت ايده عنده مشاكل، والاسم أبوهم. سفيان مثلا صاحب الاسم الجميل طلع من تحت ايد أبوه ودانه مقطوعة. ضربه وقطع له ودانه وكان قطع لاخوك ودانه؟ حته منها نص ودانه، كان دمه بينزل خالص. قال له انت ما تهونش عليا دمك ده، حتى لو مت انا معايا راجل. يارا اللي بتحكي، تخيل دي بقى اقل اصابه فيهم. طيب سهيلة امها قالت انها ما عرفتهاش من كتر الضرب اللي ضربوه لها. معديه سهيلة عليا، انا ما عرفتهاش. انت مين يما؟ قالت لي انا سهيلة. انا ما عرفتهاش من اللي هي فيه، والله ما عرفتها. بالضرب؟ والله ما عرفتها بالضرب، ما عرفتها. انا بقى بسنت فحدث ولا حرج. يعني من اقاويل اختها انها خدها هي واخواتها في المنور وقعد يضرب فيهم لغايه ما شبع، ويا ريته اكتفى. نزلنا تحت على المصعد، كان في حاجات تقيله والمسافه كبيره على الشباك وعلى الارض، واحنا واقفين على الارض بنطلع تطلنا، وقام فضل يضرب فينا بالخرطوم لحد ما دوخنا. وانه قال ليارا ان بسنت هتبقى سبب في حبسه النهارده. بابا امبارح على الفطار قال لي يا يارا النهارده بسنت هتوديني السجن. يعني كان عارف انه هيقتلها، يعني قتل مع سبق الإصرار والترصد. والبنت قالت كمان انها البنت بعد الضرب اللي في المنور خرجت دايخه، وقال لها كنوسي، وفضل يضغط عليها ويضربها وعماله تقول له انا دايخه، قال لها انت بتمثلي زيهم. وفضل يضرب في بسنت، قال لها قومي مشيلي المقاش امسكيها وكنسي بيها الاوضه وهي كانت دايخه، كل ما تكنس بالراحه خالص وتسند على حد عشان دايخه، فقام رافسها بالرجل، فقام توقع على الارض، فقام ماسكها من دماغها وقايل لها يا بسنت فوقي، ما تعمليش الحركات دي عليا عشان انا عارفك انت بتعملي كده شكل امك. الام اللي هي هربت منه او غضبت منه بسبب ان عيالها قالوا لها امشي كفايه ضرب فيكي، ده بيقعد يضرب فيكي ويتلكك لك. حتى الام صعبت على العيال ايا كانت عيوب الام، فتخيل العيال ارحم عليهم منك. الام اللي قالت انها لو تعرف اللي هيحصل ده كانت سرقتهم منك، اللي انت كنت حارمها انها تشوفهم حتى او تاخدهم. تعرفي لو انت تعرفي ان اللي ده يحصل كنت خدت عيالك منه؟ كنت سرقتهم منه، هو ما رضاش يدومني، كنت سرقتهم. نرجع لبسنت اللي هي ماتت في ايد ابوها. بعد ما كان بتضربها وقعت وداخت قالت له انا عطشانه. المفروض هنا ان الرحمه تاخده، ان قلبه يرق، انه يتخض عليها، انه يخاف عليها. ده انا يا جدع عينيا دمعت وانا بسمع الحدوته. المهم ان بسنت قالت له انا عطشانه، فقرر يسيها
بس بطريقة مختلفة شوية. تعال نسمع. فقامت قايله له يا بابا انا عطشانه زهقني، قام مدخلها الحمام وقام عامل الخرطوم الطويل بتاع الميه وقام فتح الميه وقام حاطه في بقها وقام كاتم نفسها لحد ما صوتت ووقعت الارض، وقام شايلها قام حاططها على الكرسي وقام ضاربها بالقلم على وشها وعلى دماغها وقايل لها فوقي. والمجرم ما سابهاش لغاية ما ماتت. أنا مش قادر أقول عليك مريض، لأن المريض ممكن نتعاطف معاه، لكن أنت ما تستحقش تقطع ودان ابنك، تقعد تضرب فيهم وتقتل بنتك بالطريقة الوحشية ديت. أنت مالكش رحمة. ده حتى إخواتك يا أخي متبريين منك. حتى أخوك قال عليك إيه؟ أخوه الكبير إبراهيم عبد الله مبروك بسيوني وبطلب بإعدامه. تعبنا معاه بجميع المقاييس لأنه هو أوسخ بني آدم خلقه ربنا. أنا اتصدمت بعد ما قريت واتفرجت على القصة دي، وقعدت حوالي ربع ساعة عمال سرحان وبفكر هو ازاي قدر يعمل كده؟ طب هو كان بيفكر في ايه وهو بيعمل كده؟ طب ازاي قلبه جاحد وعقله قدر ينفذ ده؟ ساعتها افتكرت الآية الكريمة لما الله سبحانه وتعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. صدق الله العظيم. يا رب ما تنزعش من قلوبنا الرحمة، وارزقنا قلب لين، وارزقنا عقل رشيد، وارزق أولادنا الستر والصحة والبركة كمان. ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وتدعي لإخواتنا في غزة ربنا ينصرهم ويثبت أقدامهم. ما تنساش تتابعنا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، الفيسبوك واليوتيوب والانستجرام. ما تنساش تسيب لنا تعليق تقول رأيك فيه. يلا نتقابل على خير. سلام.